من آلاف السنين والإسرائيليين ينظرون بحقد لبلدنا ويحاولون تدميرنا بكل طريقة. هذا الموضوع خلى العراق يدخل وياهم بأكثر من حرب. خلال هذه الحروب العسكريين العراقيين سطروا ملاحم ضد العدو الصهيوني، وكان من أبرزهم عمر علي البيرقدار. فبعام 1948 وبعد حصار مدينة جنين الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي، هربت الناس بمنتصف الليل من المدينة مشياً على الأقدام. وبالأثناء البيرقدار اللي كان مكلف بحماية مثلث جنين نابلس طول كرم تلقى نداء استغاثة من المقاومين المحاصرين داخل مدينة جنين. عمر من شاف الموقف صعدت عدة الغيرة العراقية وغير وجهته من طول كرم إلى جنين بسبب أهميتها الاستراتيجية وخشية سقوطها بالكامل بيد العدو. البيرقدار ما تأخر كثيراً، وبعد الانتهاء من صلاة الفجر مع جنوده هتف بصوت عالي: العالي، الفوج الثاني العالي. ثم كبر عدة مرات واقتحم صفوف العدو بهجوم مباغت. القوات العراقية استطاعت خلال المنازلة أن تلحق هزيمة نكراء بالقوات الصهيونية وتكبدهم 300 جندي ما بين قتيل وجريح، هذا غير اغتنام 300 بندقية و10 مدافع و20 رشاش و4 أجهزة لاسلكية. المفكر الفلسطيني بسام جرار ذكر بمعرض حديثه عن استبسال القائد عمر علي بجنين: وإذا في هناك معسكر قائد عراقي بجنوده، إيش مالكم؟ قالوا له اليهود احتلوا جنين. الرجل في الليل سحب جنوده وفاجأ اليهود في داخل جنين وأبادهم. وبعد انتهاء الحرب وسريان الهدنة تم الاتفاق على تبادل القتلى والأسرى بين الجانبين. وبن غوريون رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك أرسل مندوب لاستلام جثث الجنود الإسرائيليين ومن ضمنهم جثة بنته، لكن عمر رفض تسليم جثتها واشترط حضور بن غوريون شخصياً. هزيمة الجيش الإسرائيلي بجنين بقى عالق بأذهانهم لسنوات طويلة، ولهذا من سمعوا بعام 1974 خبر وفاة اللواء البيرقدار بحادث سير فرحوا واحتفلوا. الفلسطينيين حتى يكرمون تضحيات الجيش العراقي سموا القرية اللي استشهد واندفن بيها جنودنا باسم مثلث الشهداء، حتى تبقى شاهد حي على بطولات العراقيين. رح يجي يوم تتحرر فلسطين ونستذكر بفخر بطولات جيشنا العراقي المغوار اللي لطالما دافع عن القدس والقضية الفلسطينية.